يا مساء الفل، عاملين ايه؟ انا حابب اوثق معاكم النهارده حاجه عمرها ما حصلت، وانا مش عارف احنا عملنا كده ازاي او ده حصل كده ازاي. حور بقالها يومين بايته عند ستها. انا مش عارف احنا سيبناها ازاي اول حاجه، وهي كمان قاعده ولا سائله فينا. فانا مش عارف ايه ردة فعلها لما تشوفني. هي ميادة راحت لها، معرفش برضو اتقابلوا ازاي. انا خلصت شغلي ورايح لها دلوقتي. حبيت ان انا اوثق الفيديو ده نشوف رد فعلها بعد اول مره تبات بره البيت، واشوف انا رد فعلي معاها. انا مش عارف، يعني هي وحشتني، بس انا يعني مش عارف هي ليه ما كلمتنيش. كانت بتكلمني تقول لي يا بابا انا هجيلك بس انت تعبان، لما تخف تعالى خدني. فكان رد فعلها ان هي لسه عايزه تبات. طبعا يعني كلنا زمان كنا بنحب نبات عند جدنا او ستنا، لان احنا بقى بنتدلع وبنلعب والحاجات الحلوه دي كلها. فخلينا اروح واشوف هي قاعده وعملت ايه مع ستها وايه اللي حصل، وربنا يستر من مقابلتها ليا بعد ما تشوفني. بقالي يومين ما شفتهاش، هتقابلني ازاي او هتعمل معايا ايه مش عارف. تعالوا نشوف. يا فين؟ يا حور، ايه؟ عامله ايه؟ انت جبت ايه معاك في الشنطة؟ طب هو انت مش انا بقالي يومين ما شفتكيش؟ مش تيجي تسلمي عليا الاول؟ وحشتيني. انت كمان؟ هو انت همك على اللي في الشنطه؟ انا دلوقتي بسلم عليكي. انت بقالك يومين قاعده عند تيتا ومش بتسالي عليا ليه؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انت مش بتسالي عليا ليه؟ كده ليه؟ يعني انت مش عايزه تيجي تقعدي عندنا؟ لا؟ هو ايه اللي لا؟ هو ايه اللي لا؟ ها؟ ايه اللي لا؟ احنا النهارده هنروح عشان عندنا حضانه. يعني بابا مش وحشك؟ مش هنقعد معاهم حبة. ما احنا هنقعد حبه وبعد كده هنروح عشان عندنا حضانه. بابا مش وحشك يعني؟ انا ما وحشتكيش؟ ايه دي بقى؟ مش فاهم. ايه دي يعني؟ وبعدين عايزك تقعدي تحكي لي عملتي ايه عند تيتا؟ لا لا هنحكي.